السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي احسن صحة. متنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك بايدكم القمر. وهبدأ معكم بقى الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، امين يا رب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب، اللهم امين. دعوة كده من القلب بصلاح الحال ولكم بالمثل، اللهم امين. النهاردة بقى كان اليوم معكم طويل. هو مش طويل قوي، بس هو كان يوم صعب. النور قطع وشفت يعني النور قطع الساعة 9 وانا ورحت السوق وجبت الطلبات اللي انتوا شايفينها دي. جيت من السوق مطلوب مني بقى الغدا على الساعة 1، لأنهم بيطلعوا من المدارس الساعة 1، وبعد المدارس بيروحوا بقى اللي عنده درس اللي عنده مش عارف ايه. فكل واحد بيروح. ما كنتش لسه فطرت، يعني انا رحت السوق وجيت ما كنتش لسه فطرت. بفطر معاكم هنا. فاكرين الباتيه اللي عملناه مع بعض؟ النور قاطع بقى طبعا. مش عارفة اصور، مش عارفة افرم طماطم في الخلاط، مش عارفة اعمل اي حاجة. بس احنا قدها وقدود. الجيش قال لنا ايه؟ نتصرف. اعمل معاكم بقى المحشي. رحت بقى معاكم السوق النهارده، جبت الطلبات اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو دي. من زمان ما روحتش السوق، فقلت بقى ايه انزل كده بضع بقى كده واجيب. ورحت بقى النهارده وجبت الطلبات دي وعملت بقى معاكم محشي. انا بدأت في المحشي كانت الساعة 11 وتلت بالظبط. الساعة 1 الا ربع كنت مخلصة كل حاجة. عايزة اقول لكم بقى بتنجان مش متقور وكوسة مش متقورة وكل حاجة. بس بصراحة الشهادة يعني امانة، انا مش لوحدي، انا ووالدتي، فكنا بنجري ورا بعضينا. فاهمين؟ فعشان محدش يقول لي إيه اصحابي طبعا اللي بيتفرجوا على الفيديو يقولوا لي هو انت هتعملي الاكل لوحدك يا ام محمد؟ لا، والدتي كانت معايا عشان ايه هيبقى فيه مصداقية شوية. هنا بقى عملت خلطة المحشي. عملت البصل خد وش وخد لون حلو. وبعدين بقى نزلت عليه بالطماطم قطعتها، يعني طبعا ما فيش خلاط، النور قاطع. وبصور هنا على فكرة على الكشاف. ماشي، انا قلت والله العظيم لا اصور لكم اليوم الحلو ده. تمام. هنا بقى كنت بقور بتنجان. بصوا، بخليها ورقة كده، عارفين انتوا، رقيقة او لان احنا مش بنحب يبقى فيها حاجة من جوه. تمام. وعملت بقى خلطة المحشي القمر اللي انتوا شفتوها دي. هي على فكرة باينة في الصورة ان هي ما فيهاش صلصة كتير، لا بس هي فيها عشان النور قاطع فمش عاطي كل حاجة حقها. بس تيجوا في الاخر على فكرة هتلاقوا النور جه بقى والدنيا ظبطت. هنا بقى كنت بقور معاكم البتنجان. لو حتة اتقطعت من فوق عادي بنروح شايلينها بالسكينة ومكملين عادي ولا كأنه حاجة حصلت. بس يا رب الحاجة بس ما تشوفش الفيديو ده واحنا بنقطع البتنجان كده. هتجري ورانا. وهنا بقى كنت بقى اوريكم ان انا بقور البتنجان. ما شاء الله، يعني عملت الكمية اللي انتوا هتشوفوها دي. على فكرة ما خدوش معانا وقت خالص خالص خالص، بس بصراحة يعني ايه كنا بنجري ورا بعض. لان الساعة 1 بالظبط الاكل ما كانش جاهز. احنا ممكن بصوا بقى هتلاقوا شباشب وهتلاقوا حاجات كده حلوة. هنا بقى خلصت معاكم البتنجان، حطيته في مية. هعمل بقى الكوسة او كوسة، عادي مش تفرق. هنا بقى بظهر المقور كده رحت عامله لها زي ما انتم شايفين كده. انا بصراحه بحبها كده، ما بعرفش اعملها كده سايحه من غير ما خربشها كده بالمقوار، بحيث ان شكلها مش لطيف. هنا بقى الكوسه بصوا مش بتتقور قوي، هي حاجات بسيطه جدا. يعني باخد بحط مكان كده للرز. بس بعمل مكان للرز وخلاص. بصوا يعني ما خدتش مني حاجه. بحدد كده قبل ما بقى احط المقوار، و5 دقايق على طول على طول بنكون مخلصين الكوسه يعني. محشي بقى نسيت اقول لكم، عملنا محشي بصل النهارده وبتنجان وكوسه وتاني يا ربي وفلفل وفراخ بقى بلدي. الفراخ البلدي دي جميله، بقى طعمها جميل قوي. اهو كنت بعمل معاكم هنا. سو دي عشان كانت صغيره فكانت بتزحلق من ايدي.
هنا بقى بقور البتنجان واحشيه بقى معاكم. طبعا كنت غسلاه وصفيته، غسلته كويس بالمية وصفيته من المية. هنا البتنجان هصفيه وهبدأ بقى احشي معاكم. ودي الكوسة هدي حطيتها في مية برضو، غسلتها كويس. نجيب ايه بقى هنا بقى الفراخ دي كنت مريشاها من امبارح ومنضفاها وحطيتها بقى في تتبيله اللي هي البصل مبشور وطماطم مبشوره بقى والبهارات. ورحت بقى اول ما الميه غلت رحت حطها فيه. مبحبش احشي الفراخ على فكره ولا البط بصراحه. حطيتها بقى كده بالتتبيله بتاعتها. محدش يقولي ان دي بتاع حاجه يعني نازله من الفراخ، دي التتبيله بتاعت الفراخ، فما تفتكروش حاجه، بس هي عشان الطماطم لونها احمر. حطيت طماطمية بصلايه ورق اللورا آه وتاني يا ربي وملح. هنا بقى الفلفل. بصوا الفلفل في ناس كده بتحب تعمله زي ما انا بعمله كده، وفي ناس بتقطع كده بالسكينة. دي او دي الاتنين حلوين بصراحة، بستسهل يعني الاولانية احسن. اهو وبتعمليه بالغطا بتاعه او الغطا اتقلع خالص. هنا برضو اهو هعمل بقى معاكم الفلفل اللي هو الصوابع ده برضو، اللي هو الطويل يعني. بعمله بالمقوار كده بحيث ان هو ما يتقطعش مني. تمام. وفدي برضو بتحشي بيبقى جميل وحلو. بالمقوار كده وتنضفي قلبه بيبقى زي الفل. او بالسكينة مثلا، لو سكينة صغنونة كده تجيبي اللي في قلبه برضو يبقى جميل. ما تستغربوش على ايدي. هنا بقى الحلة اللي انا حطيت فيها الرز، حطيت بقى فيها العروش بتاع قولوا معايا بتاع الخضرة مع اللي طالع من قلب الكوسة. انا مبحطش اللي طالع من قلب البتنجان خالص، ما بحبوش، بحطه للطيور الصراحة، او ممكن ارميه. هنا بقى البتنجان بحشيه بس مش بحشيه قوي، بخليه مهوي عشان ايه الصبح كده مبقاش الرز فيه من جوه كده مكتوم، او الرزاية مثلا من فوق مستوية ومن تحت نية. بخليه مهوي بحيث ان هو لما يستوي ياخد راحته في السوا. بملاه لحد الاخر بس مش لحد الاخر قوي، بس بيبقى مهوي كده مش انتوا اكيد فاهمين قصدي. تمام. الخلطة بتاع المحشي جميلة، محدش يقول لي ان هي صلصيتها قليلة، لا هي صلصيتها حلوة بس عشان النور. بصوا هنا بقى كنت قلت بقى اكمل معاكم. هنا بقى كنت بعمل الارضية بتاع الكوسة برضو اهي. الكوسة بقى الرز مش بيدخل، فبروح خبطاه كده خبطتين بلاقيه دخل لحد الاخر خالص، عشان احنا طبعا مش مقورينها قوي. اهو عايزه اقول لكم ان انا هسجل لكم الفيديو كده والاكل. سوى البتنجان بعد ما رصيته كان فيه كام واحده كده فحطيته مع الوش. هنا بقى بحط الشوربه، بس الشوربه بتاع الفراخ ريحتها وطعمها تحفه. البتنجان بيحتاج شوربه كتير، مش كتير قوي. هو بيبصي بتغطي البتنجان يعني عكس المحشي وعكس الكوسه وعكس الفلفل. الشوربه بتاعته بصراحه هنا بقى اللي كان بيصور امي وهي اللي كانت بتحط آه، فكانت فهنا الشوربة بقى بتحطي لحد ايه، لحد فوق كده يعني زي ما والدتي كده بتحط اهو كده. وممكن بصي بيحتاجوا كارنفان تاني يعني. انا حطيت هنا بقى الكوسة هادي في الحلة. بصوا على الجمال والفلفل. انا حطيت الفلفل والكوسة مع بعض. على فكرة مبحبش احط حاجة مع بعضيها يعني. المحاشي المشكلة دي بصراحة ما بحبهاش. احط كل حاجة كده في حلة لوحديها بحيث ان هي تاخد السوا بتاعها المظبوط. انا مش مع الناس اللي بتحط الفلفل البتنجان والكوسة وكله مع بعض، ما بحبوش. سواء الفلفل انا بحشيه قوي يعني، انتوا شايفين هو مليان قوي كده بس هو من جوه مهوي، مش بضغط. فاهمين؟ ادي هنا الفلفل حطيت على وش الكوس عشان مش بياخد سوا كتير.
ده بقى البصل. بس مش عارفة عشان الكشاف عشان الكشاف كان منور، فما مش عارفة ما كانش باين. انا بقى عملته كده، ورحت حاطه بقى في ميه، عندي ميه مغليه حطيته فيها. اول ما استوى، هنا بقى الفراخ حطيت عليها شويه صلصه. بصوا البصل. كنت عماله افكك معاكم مفكره ان انا بصور، طلعت مش بصور اي حاجه. بتحصل معايا الحته دي كتير، يعني بحس ان الكاميرا شغاله وانا مش مشغله الكاميرا اصلا ومش بصور. بصوا، البصل سهل جدا والله العظيم، طعمه خطير. خطير كمان بقى لو البصل الاحمر المحلي ده اللي هو بقى طعمه تحفه. بصراحة ما عملتش بصل كتير عشان في عندنا مش كتير اللي بيحب البصل، يعني كمية بسيطة جدا، فعملنا بقى ايه على القد كده. قلنا بقى في شوية رز باقيين، فخسارة بقى يعني نقعد نطيبهم كده، ومش هيترموا، هما هيستووا بشوية شرب وهيتاكلوا بقى زي الفل. بس انا قلت بدل بقى اما ايه اعمل رز كده، نعمل بقى شوية بصل. عملت بصوا الحلاوة والجمال، تحفة. هنا بقى ايه الحلل بقى. هنا كان النور جه ولا لسه؟ لا كان لسه، مش فاكرة والله النور كان جه هنا ولا لا. انا بقى الفراخ طلع خرجتها من الفرن. وده بقى المحشي استنى، ايوه ده محشي الكوسه والفلفل. بصوا الحلاوه. انا بقى قعدت افتح الحله بتاع المحشي بتنجان. بصوا حلاوه بقى، ما بعدهاش حلاوه. هنا بقى كنت بغرف، هنا بقى النور كان جه، ساعات كنت بغرف كان النور جه. الفلفل. بصوا. الله. انا جوعت، انا هقوم اجيب طبق واكل دلوقتي. اعملوها وجربوه بنفس الطريقة، بيبقى تحفة على فكرة. مش شرط فراخ بلدي، ممكن لو عندك شوية شوربة وتعملي شوية محشي، بيبقى تحفة وجميل وكل البيت بياكل وبيبقى زي العسل. الله على الحلاوة. انا بقى احط طبق كوسة تحت. كوسة بقى وبتنجان وفلفل. وكنا هنجيب محشي كروم، بس انا قلت لا بقى خليها كده محشي مشكل بس كفاية. ومرة تانية بقى نجيب ايه محشي كرنب بس كده لوحده، عشان ده ياخد حقه وده ياخد حقه، فاهمين انتوا اكيد فاهميني. السكوسة كانت سخنة قوي. بصوا الحلاوة. هنا بقى البتنجان. المعلقة ما كانتش نافعة، النبي عربي بايدك كده وحطي. هنا مغسولة وزي الفل ونضيفة واحنا عاملين الاكل كله بايدينا، يعني ما جاتش على الغرف. بصوا الحلاوة والجمال، مش عارفة انا ايديا مسيطرة على الكاميرا قوي، بس مش مشكلة انتوا اكيد شايفين يعني. انا بقى بغرف البتنجان، كان سخن ملهلب. بصوا بقى على الحلاوة. الله. انا اقوم اجيب طبق دلوقتي. وهنا بقى المحشي البصل كان استوى، تحفة. جربوه قولوا لي رأيكم، ومع السلامة. سلام.